دلوقتي لكل قواتنا المسلحة المصرية الباسلة خارج أجناد الأرض، وزي ما شفنا الأطفال أمنية حياتهم يكونوا ضباط، يكونوا جنود في القوات المسلحة المصرية. أنا طبعا بحيي الاختيار الجيد ده، وبحيي بقى ضيوفي على الهوا النهارده. وصلنا معاكم دلوقتي للفقرة اللي بتحبوها، فقرة أكلات وحكايات. من شوية كنا معاكم في مهرجان جميل، مهرجان الفنون الأفريقية، اللي كان فيه تقارب بين الشعوب الأفريقية المختلفة مع مصر، والحقيقة كان فيه استعراض لفنون مختلفة أفريقية. النهارده هنشوف بقى برضو من افريقيا ضيوفنا منورين من المغرب الشقيق، وهنسمع منهم حكايات ونعرف منهم اكلات ووصفات حلوه. رحبوا معايا بضيفتي على الهوا شيف فاطمه. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، منوراني. شكرا لحضرتك وانا اتشرفت موجوده معاكي. ايه الشيف الشيك دي؟ اتفضلي. شيء من عندك وحضرتك. ربنا يخليكي. طيب كمان استاذه نشوى طاروج من الجاليه المغربيه في القاهره، منوراني. شكرا، بارك الله فيك. وايه الزي المغربي الرائع ده؟ هذا الزي التقليدي بالنسبه لنا في المغرب، ما نقدروش نستغناو عليه نهائي. الزي التقليدي. الزي التقليدي يعني بتلبسوه مثلا في مناسبات معينه ولا ايه؟ في افراح، مناسبات، في اي مناسبه عندنا لازم يكون التقشيطه والقفطان، ده حاجه اساسيه. لكن في الشارع المغربي في اي مدينه مغربيه بتلبسوا عادي اللبس الحديث؟ كاينه الجلابه المغربيه اللي هي الجلابيه، يعني اللي عندها زعبوط، دي اللي بتلبس لاي خروجات العاديه، يعني مشاوير، غدا تقضي غرض اي حاجه، كتلبسي الجلابه زعبوط. اللي هي ليها كفر، غطا للراس، يعني زعبوط للراس. الحقيقه عندنا في سينا يعني تقنيات في التطريز اليدوي، واهل سينا معروفين بالجلابيه هناك السيناويه اللي ليها مذاق مختلف، ويمكن البنت الصغيره بتبدا تطرز في الجلابيه بتاعتها من وهي صغيره قوي، وبتجهز جهازها وهي عروسه من صغرها. عندكم التقاليد دي برضو في المغرب ولا ايه؟ احنا عندنا تقاليد ديال الملايه اللي هي كنسموه ليزارد العروسه، مطرز باليد، كيجلس ايام وممكن شهور وهو كيطرز للعروسه، كيوجد للعروسه. هذا حاجه مميزه عندنا. كنسموه كاين الطرز الحساب والطرز الرباطي. لا فسري بقى، اشرحي. الطرز يعني نوعين، هذا اللي احنا لسه ماسكين فيه في التقاليد. كيتعمل العروسه ومن هي صغيره يقدر يبدا يجهز ليها. كيدار فيه الطرز الرباطي اللي هو ورد كبير كيتعمل بالمكانه. وكاين الطرز الحساب كيدار باليد او كيدار بالمكنه. يعني يا جماعه نوعين من التطريز في المغرب، نوع بالوردات بيثبتوها على اي فستان او اي مفروشات، ونوع اللي هو الغرز زي الاتامين بتاعنا بتاع سينا واهل سينا. طيب ننطلق بقى الاكلات النهارده اللي من المغرب، وطبعا واضح انها تبقى اكلات لذيذه، والمغرب مشهوره بمطبخ متميز. والنهارده معانا الحادق مع الحلو او سويت اند ساور. سويت اند ساور، طاجين مغربي شهير يعني. طيب قولي لنا بقى هتعملي ايه؟ هنعمل طاجين، احنا بنقول عليه في المغرب طاجين بالبرقوق، اللي هو القراصيه انتم بتقولوا عليها. طاجين بالبرقوق يا جماعه، ركزوا. القراصيه هو البرقوق الاسود فمجفف. فاحنا ان شاء الله هنحتاج فيه مقادير كده. طب استني قبل ما نروح المقادير، هو بتقولي الطاجين ليه مش طاجن يعني؟ لا، هو طاجين ككلمه امازيغيه في الاصل، يعني هي مش كلمه عربيه. وتنطق بطاجين في المغرب جميعا. التراث القديم يعني. هي ليها 1000 سنه 2000 سنه، ما لهاش تاريخ محدد، بس هي قديمه جدا. من ايام الامازيغ اللي هم السكان الاصليين للمغرب. لكن ده معناه الطاجن بتاعنا المصري هو مقتبس منه. الطاجن المصري نفس الخامه اللي هو الفخار، ونفس اللي نحطه في الفرن او نطبخ فيه. لكن احنا الطاجن المغربي اللي هو ليه غطا، اللي هو عامل زي الهرم كده. أيوة. هو ده الطاجين اللي هو المقصود به. ومش لازم يكون من الفخار، ممكن من ماده ثانيه مثلا سيراميك، بورسلين. في ناس عملوه دلوقتي بورسلين. لا هي الماده دي اللي هي ماده الالومنيوم. وفي ناس عملوه بالبورسلين كديكور، يعني ممكن نقدم فيه احنا بورسلين او كده، نقدم فيه السلطات وكده صغير. لكن الطاجين الاصلي الطبيخ لا، الفخار. كويس قوي. طب الطاجين ده هيكون في ايه النهارده بقى؟ احكي لنا. الطاجين ده النهارده هنعمله من اللحمه. هنحتاج لحمه، وهنحتاج بصل وبهارات طبعا، والفواكه المجففه دول للتزيين، بس دول برضو هيطبخوا بطريقه معينه. طيب نبدا نشتغل. نتكل على الله ان شاء الله. بسم الله. المقادير معانا يا جماعه على الشاشه، اللي عايز يكتبها بقى ويذاكرها يلا. هنحط اللحمه الاول. بسم الله. هنسلقها في ميه مغليه عادي؟ لا مش بنسلق، احنا هننزل اللحمه بتاعتنا في ايه بقى؟ هي شويه ميه مش كتير، مش بنستخدمش احنا ميه. وبناخد هنا بصلتين كبار مفرومين ناعم، وهنحط البهارات بتاعتنا.
البهارات عندي هنا جنزبيل، وعندي قرفه وملح وفلفل اسود وكركم. هننزلهم كلهم، هم كلهم معلقه صغيره او نص معلقه صغيره من الكركم بس. وهنحتاج زيت. هو برضو مهم اقول الجنزبيل مهم للحرق، اللي عايز يخس بسرعه يستخدم مع وصفاته واكلاته جنزبيل كتير. كمان هو مشروب لطيف جدا، بس انا مره غلطت غلطه عايزه اقول لك عليها بقى سر يعني، كترت الجنزبيل. لاول مره كنت اشرب المشروب ده طبعا صعب. كان صعب جدا في طعمه. بيبقى صعب جدا لان هو حادق، مشطشط، لاذع. صح. فلو حد هيعمل مشروب يعمل نص معلقه او ربع معلقه كفايه. والله هو صحي يعني، احنا بندخله في اكلنا يعني، ما فيش طبيخ عندنا بنعمله من غير ما يكون فيه جنزبيل، يعني سواء لحمه سواء فراخ يعني اهل الجنه اكلهم او شربهم كان مزاجه جنزبيلا، يعني معناها ان هو فيه قيمه غذائيه او طبعا فايده للصحه كبيره جدا يعني. سبحان الله سبحان الله. فانا عبال ما تستوي اللحمه دي كده، هي هتاخد مثلا نص ساعه 45 دقيقه. انا هحط الفواكه بتاعتي تتسلق، وهنسلقها بشويه ميه. هننزل بدي لوحدها مثلا، هي دي قراصيه من غير بذر، في منها اللي بالبذر، بس انا جايبه اللي هي المخليه عشان ما الناس بتاكلها. وممكن ننزل مع بعض عشان هي كده كده هياخدوا نفس الحاجات، بس انا بحب استخدمها لوحدها. فهعمل زبده، تحتاج معلقه زبده عشان تدينا لمعه. تمام. في الفواكه هناخد معلقه سكر. احنا بس هنتصرف باسرع شويه علشان وقتنا يكفي اكلاتك الحلوه. حاضر يا حبيبتي، بس كده. وهناخد هنخليها تتسبك مع بعض. هي هتحتاج قرفه كمان بس شويه ما تغلي، وهحط لها شويه. احنا هنسيبها شويه تغلي ونتكلم مع استاذه بشرى. وعايزه اقول لك بقى ان متعطشين نعرف اكتر عن المغرب. في الاحتفالات بتاعتكم بتعملوا ايه؟ يعني هل في طقوس معينه، احتفالات وطنيه معينه بتبقوا حريصين تتواجدوا فيها مع بعض؟ ايه اللي بيحصل؟ ضروري لازم الاعياد الوطنيه ضروري كل الناس بتكون حاسه بيها. عندنا زي المسيره الخضراء، عندنا يعني اعياد وطنيه كثيره لازم اجازتها كتكون عامه، عطلتها عامه، وكله حاس بان هذا عيد وطني خاص. عيد وطني لازم العيله كلها قاعده، العيله كلها مجموعه يعني، وكل شيء اجازه، ما كانش لي لا مدارس ولا شغل ولا. طيب يعني يوم الاجازه بقى احكي، لو حد عايز يتفسح بيروح فين في المغرب؟ ياه احكي لي بقى كده. نمسك مدينه بقى، نمسك مدينه. العاصمه الرباط. ايوه. فيها صومعه حسان وفيها معالم حضاريه. فيها ايه اكتر حاجه؟ فيها في صومعه حسان. صومعه حسان دي معناها ايه؟ دي صومعه اثريه وقديمه، يعني ليها علاقه بالغلال اكيد يعني. صومعه دي يعني زي التراث الشعبي اللي فيها تخزين الغلال يعني. ايوه يعني تراث. الصومعه مسجد. الصومعه مسجد بس اثريه يعني بالمأذنه. المأذنه المأذنه احنا في المأذنه بنقول عليها الصومعه في المغرب. تمام. طب دي معلومه جديده. لا الصومعه مش اللي هي بتاعت الغلال هنا في مصر. لا احنا بنقول عليها اللي بنقول عليها في المغرب ليها اسم جامع. لا اللي كان نحيدوا فيها. لكن تقصدوا بيها مكان العباده يعني. طيب هي المطموره. طب المطموره اللي هي المقصود بتاعهم هي المطموره. الدار البيضاء هي المدينه الاقتصاديه تاع المغرب، ومدينه كبيره وزوينه بزاف. انا معجبه انها فيها يعني مسجد كمان، اكبر مسجد في العرب الوطن العربي، وسابع مسجد على العالم، اكبر مسجد على مسجد الحسن الثاني. كويس قوي. طب هناك انا معجبه بشكل البيوت كلها اللي واخده اللون الابيض جنب الخضره لونها اخضر طبعا يعني. فالشكل جمالي رائع. هي متكرره التجربه دي في مدن ثانيه ولا بس هي الدار البيضاء اللي في كل مدينه وبتميز باللون ديالها؟ زي مراكش كله كيدير الاحمر، كيدهنوا بيوتهم بالاحمر من برا. شفشاون بالازرق والابيض. يعني كتلقاي كل مدينه وليها ميزه في الالوان ديالها، وكل مدينه وليها ميزه في الطبخ ديالها، وكل بلد وليها ميزه في التقاليد ديالها. كل بلد انت هي المغرب بلدك عامه اساسا، بس كل ما كتغيري من مدينه لمدينه كتلقاي راسك غيرتي جو بجد، لانك تغيري كل شيء.
يعني الاماكن كتغيري التقاليد كتلقايهم يعني تقاليدهم غير تقاليد هذه المدينه. هو طبعا يعني يقال سافر المغرب بيحس باماكن ومشاعر مختلفه عن اي دوله عربيه اخرى، لان ليها مذاق مختلف. ليها ميزات كتير مختلفه عن اي بلد. الغنى مختلف، التقاليد مختلفه، الافراح مختلفه. كلميني عن الافراح بقى. حاجه ثانيه، الافراح جميله جدا وتقاليدها زوينه. كتحسي بالفرح كأن العروسه لوحدها كتحسها كأنها اميره باللبس، اللي من كثره اللبس اللي كيلبسوها وكيبقاو يغيروا ليها. انا شفت مره فرح مغربي بيشيلوا العروسه مش كده، العماريه. ايوه دي كيدخلوها بيها، عشان كده كنقول لك العروسه ديالنا كتكون اميره في فرحها. هي كتغير لبسها تاع مدينه من المغرب. تلبس الشماليه، تلبس الصحراويه، تلبس الامازيغيه، تلبس الفاسيه، الفلاحه، يعني تلبس، يعني كل مدينه كتاخذ لبستها وكتلبسها، وكل مدينه ليها دخله ليها بالفولكلور ديالها. طب انت بقى يعني لو قلت لك غني لي حاجه فولكلور مغربي كاننا في فرح مغربي دلوقتي، هتعملي كده ولا هتقولي لا؟ ما الاغاني هنغني معاكي على فكره. وشيف فاطمه حافظه اغاني مغربيه برضه هتساعدك. على رسول الله دخلت على العروسه هذه احنا عندنا اساس يعني. كل شيء كيعرفها هي ديال الصلاه والسلام على رسول الله، اللي كندخلوا بها العروسه واللي كنفرحوا نقولها مع بعض. يلا ماشي، 1 2 3 يلا فاطمه يلا. صلاه والسلام على رسول الله، إلى جا سيدنا محمد، الله معاه جاي العلي. الله برافو عليكم. لازم تخش بيها كده. عايزين عروسه تدخل بقى دلوقتي. تدخل بها العروسه وتطلع بها العروسه، واي حد فرحتي بيه كتصلي لي على النبي. يعني من اي مناسبه كتكوني مبسوطه فيها ما كتحسيش براسك، كتلقاي راسك كتصلي على النبي وكتقولي مين المطربين المغاربه اللي انت بتحبيهم؟ انا كنحب بزاف صراحه. مين كنحب بزاف، وبالاخص انا يعني كنميل الاغاني القديمه المغربيه، يعني زي عبد الوهاب بالخياط طبعا، عبد الهادي بالخياط، و مين ثاني يعني كاينين بزاف. ومن مصر بتحبي مين؟ مصر انا بحب صراحه ام كلثوم، محمد فؤاد. لا ذوقك جميل جدا جدا. طب شيف فاطمه احنا وصلنا لغايه فين دلوقتي في الاكله الحلوه؟ انا والله الطاجن خلاص عملته، فاضل بس هنصبه. لكن دي سلطه البقوله اللي احنا قدمناها دي، هي دي المقادير بتاعتها. ان شاء الله هنحتاج بس ده سبانخ. ده سبانخ بيطبخ على البخار، وبنعمل له الصوص بتاعه اللي هو الكزبره الخضراء وثوم وليمون مخلل وشويه نعملهم ازاي بقى؟ هنعملهم حالا ان شاء الله. هنعملهم في حله. في اطفال مش بيحبوا ياكلوا السبانخ بقى، لا ممكن بقى نعمل الوصفه دي. هيختلف شويه يعني. معنا غنيه، هنغير معالم السبانخ، هنغير معاهم الملح، مش هتبان وطعمها حلو جدا. طبعا مفيده جدا، فيها نسبه حديد عاليه وفيها نسبه كالسيوم صغيره، فممكن تكرار الاكله دي للاطفال يعمل شغل جامد في اجسامهم. احنا ان شاء الله هنحط كمان زيت، وهنحط شويه زبده صغيرين مش كتير يعني. هنخلي بس الكزبره دي تدبل شويه، زي عندنا القلقاس شويه الطريقه دي. لا هو زي ما حضرتك بصي بيختلط في الاخر مع السبانخ كده. انت حطيتي السبانخ على البخار في مصفى مثلا فوق في اللي هي بتاعه الكسكسي نفسها. تمام، يعني او ببساطه حله فيها ميه بتغلي، او حله او نحط عليها مصفى وهي هتستوي في دقايق. مش خلاص استوت على البخار. وبعدين بس انتهينا. هنحط الكزبره، هنقطع كزبره خضراء اللي احنا حطيناها دلوقتي في الحله، وهنحط البهارات اللي هي كمون وثوم وجنزبيل برضو. الجنزبيل ده عامل مشترك في كل اكلاتك. انا بحب بصراحه، احنا ضروري معجبه بالقصه دي والله، ضروري يعني. فانا هحط كمان شويه ميه صغيرين عشان مش عايزه. اللي بيسال ليه الجنزبيل بقول مره تاني ان هو بيساعد على الحرق، اللي بيدور على التخسيس، كمان بيزود كفاءه جهاز المناعه في الجسم، هو الجهاز اللي بيكافح اي امراض. ايه كمان؟ يلا قولي لي هنعمل ايه. فهنخليها بس تطرى شويه، وهحط عليها التوابل بتاعتها اللي هي الشطه والكمون والملح ان شاء الله. وبعد كده نحط لها الليمون المخلل والزيتون. طب دي سهله قوي. يعني في دقائق تكوني عاملاها والولاد هتعجبهم. سلطه او طبق جانبي يعني. هي مقبله
امال انا شايفه في طبق اناناس، ده ايه الموضوع ده؟ ده للتزيين الطبق اللحمه اللي احنا في انتظاره يعني دلوقتي. ده هنخلصه وهنحطه ان شاء الله هنجمله. طب احنا في انتظار الاناناس نستعمله مع الطبق الاولاني. خلاص هو كده عملنا. نتكلم شويه مع استاذه بشرى، متجوزه مصري. متجوزه مصري. طب جيتي مصر من كام سنه؟ من 11 سنه. الثقافه المصريه والثقافه المغربيه العلاقه بينهم شكلها ايه؟ في حاجات يعني قريبه من بعض وفي زي ايه بقى؟ زي فيها يعني العيله بتكون محافظه وبتلم مع بعض روح العيله الواحده، روح الاسره يعني. روح الاسره يعني يعتبر قريبه من المغرب جدا. كويس. التجمع ديالهم يعني برضو يعني في حاجات كثيره قريبه منا يعني برضو عشريه كما كتقولوا انتم الناس يعني. وعامه يعني مصر والمغرب في تفاهم بينهم سبحان الله يعني. طبعا ان شاء الله الشعب دايما مع الشعب يعني بيتفاهموا بسرعه كي ياخذوا على بعض ان شاء الله دايما. طبعا مش ممكن اغفل لما راحت ام كلثوم في سنه من السنوات في الستينيات والسبعينيات بدايتها عشان تعمل حفلات هناك، استقبلوها استقبال رائع وفظيع، شالوها بعربيتها الجمهور المغربي الذواق للفن المصري الجميل. دي الست طبعا. طيب انا لو سالتك برضو عن يعني العلاقه ما بين الجمال وبين الاكلات الغذائيه السليمه والصحيحه في مكوناتها، انت مؤمنه بالفكره دي؟ واكتر من مره يعني اكدتي في لقاءات قبل كده انه في علاقه ما بين الغذاء وجمال المراه. طبعا. ازاي عملتي العلاقه دي؟ اكيد يعني لان اي حاجه كان في الاكل. طب احنا معاكي يا فاطمه. ايوه هحط الفلفل الاحمر والهريسه والكمون والملح طبعا احنا حطيناه دول عشان دي البهارات بتاعتها. وهنحط ليمون مخلل بس احنا هنحط شويه صغيرين يعني ده ليمون مخلل لو احنا ده في الطبق بتاع السبانخ. لازم نحط شويه، ولو احنا عايزين نحط ليمون التاني مفيش مشكله خالص يعني. دي كلها مكونات هنضيفها بعد ما سلقنا السبانخ او سويناها على البخار. سويناها هي اوريدي لوحدها فهتغلي دلوقتي وهنزل بدي هيكملوا سوا مع بعض عشان ندينا الشكل اللي احنا عاملينه. طب والله دي فكره حلوه فاطمه. الاطفال اللي مش بيحبوا السبانخ بطريقه تقليديه ممكن الام تعمل الحيله دي. فبتبقى سلطه طعمها كمان جميل وهياكلوها. هي مقبله تتحط جنب السمك، جنب فراخ، جنب طاجن زي اللي احنا عاملينه، فهي مقبله سلطه يعني. كمان في بعض الحشوات فيها السبانخ تبقى واضحه قوي. ايه؟ في حشوات او فطاير مغربيه فيها السبانخ تبقى موجوده. زي ايه بقى؟ عندنا زي الفطاير، الفطير المغربي بيبقى عندنا بنحشي بيه كذا نوع، نحشيه حلو ومالح برضو. يعني ممكن نحشيه باكل. احنا دلوقتي معلش وانا بكمل لحضرتك هطلع بقى المسكر بتاعي عشان عامل الوقت. فانا هبتدي ارص. هنعمل حلقه ان شاء الله بعد كده عن الفطاير المغربيه والحشوات بقى المختلفه اللي منها الفطير المغربي ده حاجه عبقريه يعني. هم نفس العجينه بس خدي 60 70 نوع حاجات تحشي باي حاجه. تحشي باي نوع وممكن يبقى بس طبيعي يتقدم يعني. هو ما شاء الله يعني حاجه. جداتنا دول كانوا عباقره يعني. طبعا السويت اند ساور او الحلو مع الحادق ده معروف في المطبخ الاسيوي. في المغرب كمان الشكل ده حاضر بقوه. ايه السبب برغم ان يعني اسيا وانتوا هناك اقصى غرب افريقيا يعني كانت ازاي الحكايه دي؟ هقول لحضرتك حاجه. اولا احنا السويت اند ساور دخل عندنا عن طريق الاندلس لما كانوا جدودنا ساكنين يعني دخلوا فتحوا الاندلس. الموريسكيين اللي هم لما هربوا، الموريسكيين اللي هم منطقه في الاندلس هربوا لما كان اضطهاد اليهودي والناس اللي هم كانوا في الحروب دي، فجاوا على المغرب هم بياكلوا الحلو. او اول حاجه كانوا بيقدموها للفاتحين المغاربه اللي هو الاكل الحلو كترحيب بيهم. فعندنا مش بس الحلو مع الحادق مش كل بيستسيغه، بس اعتقد في الطبق ده هيكون طعمه والله هو الاكل هنا مالح يعني. انا عامله البيز بتاع الطاجين مالح عادي. اللحمه يعني ممكن تاكلها وده انت اختياري، عاوز تاكليه مش عايزه. بس احنا في المغرب بناكله يعني ما عندناش ازمه خالص ان احنا ناكل حاجه حلوه يعني. هو طبعا طبق متكامل عناصر غذائيه وهو صحي في كل حاجه يعني القراصيه دي حاجه صحيه، المشمش صحي. فاحنا كمان هنزينه شويه بالاناناس بتاعنا. فهننزل بيه كده بس كده. طيب طبعا يعني اهل المغرب معروف عنهم الكرم العربي الحاتمي الكبير يعني. في تقاليد معينه لاستقبال الضيوف في الصحراء بالذات؟ في احنا المغرب كله اصلا معروف عن استقبال اي ضيف. الاغلبيه الضيوف اللي بيقول لنا لازم تستقبليهم في الباب بالتمر والحليب. بالتمر والحليب كويس. من كثره فرحك بالضيف وفي الصحراء بالذات عندهم كرم الضيف كي البخور
والرش كيرشوا عليهم ريحه، يديهم احلى الروائح يرشوها عليهم في الضيافه ديالتهم. والضيافه ديالتهم تعالي خدي الشاي من عندهم، الشاي المغربي اللي كنقولوا له احنا اتاي. الحقيقه الفقره حلوه وكان نفسي ان انا اطول معاكم، لكن احنا زرنا معاكم زياره سريعه للمغرب، ان شاء الله نلتقي في حوارات اخرى ولقاءات اخرى في زينه. وانا بحيي من خلالكم كل اهل المغرب الشقيق، ونورتوني هنا على الهوا في زينه، استاذه بشرى والشيف العظيمه فاطمه. تسلم ايديكي مبدئيا كده لغايه ما ندوق. مشاهدينا خليكم معانا، لسه معانا فقرات حلوه كتير. الفقره اللي جايه عن تمكين المراه.